يا هلا والله وسهلا. اليوم بسوي بالضبط نفس طريقة رز شواية الخليج بالرز الأمريكي، وراح تعجبكم مرة بإذن الله. وأيضا بعد كل مكوناتها سهلة وبسيطة، بس اللهم طريقة الخطوات فقط. عندي زيت نباتي، وأيضا زبدة، عندي البصل المقلي، فلفل أخضر حار، والثوم، وعندي الفلفل الرومي، الطماطم، معجون الطماطم، والسمنة، والليمون الأسود، وتشكيلة البهارات، الكمون، فلفل أسود، كركم. بس نحط شوي موية من كعكة القدر تستفيد من الطعم. بعد ما تسبكت ننزلها في الخلاط، شوي موية، لأن أنا حاط موية حاط بالقدر عشان طبخة الرز، فخليني أحط موية من الآن عشان تصير إيش متشربة الخلطة. وأيضا بننزل عليها الخلطة جهة القدر، وبنبقي شوي منها عشان بعد شوي نشوي الدجاج بالفرن. الباقي في خير وبركة. الدجاج ونرفق فيه عشان بس الجلد بنحتاجه. وهذه بقية الخلطة اللي بندهن فيها الدجاج بعد شوي. خففها شوي بالموية. نخليه يطبخ لاستواء الدجاج. طبعا ما بعد استوى الدجاج ولكن في هذه المرحلة نحط القرفة فقط، بس هي من البهارات العدلة اللي نحطها. خلاص الآن استوى دجاجنا، نشيله على جنب. الحين ننزل رز أمريكي، نخلي رزنا على نار هادية، نبدأ نشتغل على الدجاج وتتبيلة الدجاج. نفس الخلطة اللي سويناها بالخلاط، خففتها موية ندهن الدجاج فيها. ما يمنع بعد التتبيلة عشان الزبدة. قل بسم الله ما شاء الله. هذا القوام الجيد. طبعا هو مو بعزة ونثري، لا، هو هذا الفكرة حقته كذا. طبعا كل أكلة لها طريقة، إنه هذا يتعامل فيه كذا بالشطة، بالليمون، هذا البصل الجميل بهذه الطريقة. تاخذ لك نتفة من الدجاج، يا سلام، تلحقها بلقمة.